أهلا وسهلا بكم متتبعي الأوفياء من جديد وفي وصفة جديدة. كنقترح عليكم سمنات صحيين، وهذه المرة بحشوة بسيطة. يمكن لكم تدخلوهم للفران أو طيبوهم في المقيلة، وغير المنظر ديالهم يعطيكم الخبار كيجيو بنان وهشاش وما تشبعوش منهم. وعلى بركة الله نمروا لتحضير الوصفة. الدقيق اللي غنستعمل دقيق فرينة بالنخالة ديالها ناعمة، يعني مطحونة بالحجرة. هاد نوع الدقيق راني تكلمت لكم عليه مرارا وتكرارا. بيو يعني طبيعي، مع ملعقة صغيرة مع مراش ديال الملح وراس معلقة ديال الخميرة ديال العجينة العادية. لكم الاختيار تعجنوه بالعجانة أو بيديكم. كنبداو نضيفوا الماء بالتدريج، يعني ما نضيفوهش دفعه واحده، غير بشويه بشويه وهي كتجمع حنا كنضيفوا حتى كنحصلوا على عجينه يعني متماسكه، ما تكونش جاريه وفي نفس الوقت ما تكونش قاصحه بزاف. العجينه غادي نخليوها ترتاح، يعني غتزيد تطلق. فمن الاحسن يعني كنفضلوا تكون العجينه شاده في راسها وما تكونش جاريه، باش يعني ملي نكونوا كنطلقوها ما تقطعش لكم العجينه. غندهنها بشويه زويته ونخليها ترتاح، ونمروا باش نوجدوا الحشوه اللي غادي نعمروا بها المسمنات. كي قلت لكم الحشوه غتكون بسيطه، وكنقترح لكم هاد البصيله البيضاء او البصله الخضاريه، كيكون المذاق ديالها خفيف، يعني ما كتكونش قاصحه بزاف. غادي نستعمل القطعه البيضاء وهاد القطعه الخضراء. طبعا حاولوا تفتحوها مزيان وتغسلوها تحت الماء، لان كيكون فيها شوائب، كيكون فيها غبار وبعض الخطرات حتى حشرات، فخاصنا ننظفوها مزيان. بالنسبه للكميه اللي عندي نصف كيلو ديال الدقيق، بصله واحده كافيه لان الحجم ديالها كبير. للاسف كاينين بعض الناس اللي كيستغناو على داك القطعه الخضراء البصل، يعني غير كيلوحوها، مع العلم انها مفيده جدا وغنيه بالكلوروفيل. يمكن لكم توجدوا بها طرطيه كتجي روعه بمقلاة مع خليط زيت زيتون والزبده. طبعا الا ما بغيتوش تستعملوا الزبده تستغنوا عليها، لكن اذا كانت من النوع الحيواني فهي كتكون يعني صحيه ويمكننا نستعملوها، وكتعطي حتى البنه المسمن ديالنا. نشحروا البصل فوق نار متوسطه باش ما تحرقش معنا. يمكن لكم تضيفوا مع البصله مثلا الفلفله بالانواع ديالها او خضر اخرى. انا كنفضل هذه الحشوه لان كتجي مميزه وكيجي واحد المذاق عندها خاص، ففضلت انني نستعملها بوحديتها. بعد ما كتهبط مزيان البصله نضيفوا التوابل: الملح، الخرقوم البلدي او الكركم، التحميره او الفلفل الاحمر، القليل من الابزار اي الفلفل الاسود، والحار او الهريسه على حسب الرغبه. الصراحه الحشوات يعني المملحه بصفه عامه ضروري خص واحد واخا غير شي شويه د الحار باش كتعطيهم البنه. وغنضيف واحد الكميه ديال الزيتون. الزيتون كيجي يعني مثالي بالنسبه للحشوات. في الاخير القزبر والمعدنوس، وغادي نخلطو مزيان ونخليو الحشوه ديالنا تبرد. في انتظار ذلك نمروا باش نشكلوا العجينه ديالنا. العجينه كي قلت لكم كتزيد ترخى. العجينه ديالي قطعتها على 4 ديال الحصص. كي قلت لكم هاد المسمنات يمكن لكم تدخلوهم للفران او لا تطيبوهم غير في المقيله بحال كيفاش غنطيبهم انا. كنشكلوهم على شكل كرات ونغطيو عليهم باش ما تكونش لينا واحد القشره. والحشوه خاصها تبرد مزيان، يعني ما تبقاش سخونه نهائيا. وكنحتاجوا ايضا قليل من زيت الزيتون مع شويه ديال التحميره اي الفلفل الاحمر باش كيعطينا اللون الاحمر الذهبي للمسمنات. غنستعمل كذلك واحد الكميه ديال الجبن، وطبعا كتبقى اختياريه تقدروا تستغناو عليها. فوق سطح العمل ندهنوه بشويه ديال الزويته ونبداو نبسطوا العجينه ديالنا. لاحظوا العجينه راه فيها يعني النخاله، داكشي اللي بغيت نوضح لكم، لان فاش كنت كنعجن ما كانش كتبان.
العجينة راها كي قلت لكم صحية، فيها ألياف أي النخالة. العجينة ديالنا ناجحة وكتطلق يعني بسهولة. كندهنوها بزويته وغادي نبداو نعمروهم. لكم الاختيار يعني تشكلوهم كمسيمنات فرديين او تشكلوهم يعني وحده في وسط وحده بالكميه اللي بغيتو. يعني الا بغيتو تدخلوها مثلا الفران وبغيتو ديروا مسمنه كبيره، فغتعمروا الاولى على هذا الشكل وغادي تطويوها بالشكل العادي ديال المسمن، وتوضعوها في وحده الثانيه بعد ما تعمروها حتى هي، تحطوها في الوسط وتطويوها عليها، وكتبقاو مستمرين حتى كتساليو الكميه كامله وكتحصلوا على مسمنه كبيره. هنا الجبن كيبقى لكم الاختيار كيفاش بغيتو تحطوه، واش في الوسط او تحطوه حتى الاخر بهذا الشكل اللي حطيته انا. غنعاود نعمر معكم وحده باش نعمروها بطريقه مختلفه. يعني الجبن هاد المره غادي نحطوه في الوسط، وحاولوا دائما تقسموا يعني الحشوه ديالكم على العجينه اللي عندكم باش تجيكم قاده، ما تبقاش لكم مثلا العجينه والحشوه تقاده، او العكس يبقى لكم الحشوه والعجينه ما كايناش. يمكن لكم تخدموهم بهذه الطريقه ايضا، يعني كل وحده يكون فيها جوج. كنعمروا الاولى، الثانيه ما كنعمروهاش وكنحطوها في قلبها وكنطويوها اي على 4 ثم على 8. كنخليوها غير ترتاح غير واحد شويه. يستحسن باش تجيكم عمليه حطوها فوق ورق الطبخ وزيدوا بسطوها، ومباشره المقيله ديالنا كتسخن كنرشوها بشويه الزيت باش نتاكدوا انها سخونه. نوضعوا المسيمنه ديالنا، نقادوا لها الشكل ديالها غير بالمهل، نقصوا للنار نخلوها غير متوسطه باش هكا كطيب على خاطرها وكتحمر يعني من كل جهه وما كتجيش خضره من الوسط. بالنسبه للمسمن اللي كيكون عامر فكنحاولوا نطيبوها من الجهه الاولى مزيان، عاد كنقلبوها، بعكس المسمن اللي كيكون عادي فخاصنا نبقاو كل مره نقلبوها باش كتنفخ. اللي كيكون عامر ما غاديش يتنفخ طبعا، فلا داعي نبقاو غير نقلبوا نخليوها طيب مزيان من الجهه الاولى ثم نقلبوها على الجهه الثانيه. الا استدعت الضروره نزيدو نعاودو نقلبوها 2 ولا 3 كتكون كافيه. فقط النار تكون مهيله وكيدخلها الطياب من الداخل. بالنسبه لهاد المسمنه يعني ما دوبلتهاش، يعني غير عجينه وحده، وهذا هو الفرق. الا بغيتو يعني الحشوه ما تخرجش لكم من العجينه وتجيكم السمك ديالها يعني كبير، فدوبلوا المسمنه ديالكم. ضروري نقسموا المسمنه ديالنا ونشوفوا الشكل ديالها والقوام ديالها. اما البنه فما نعاودش لكم، البصله عندها واحد المذاق خيالي غير يعني بالتوابل العاديه. ولا بغيتوا تضيفوا الجبن او ما تضيفوش كيبقى لكم الاختيار. متتبعي الأوفياء، شكرا لكم من القلب على المتابعة القيمة، على المشاركة ديالكم يعني المستمرة والتشجيع ديالكم اللي كيحفزنا. ودائما ما نساوش نرحبوا بالناس الجدد اللي انضموا لنا. مرحبا وألف مرحبا، وعلى أمل اللقاء بكم في وصفات جديدة سهلة وبسيطة. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى الملتقى.